أسوي معاكم أسهل تشيكن تورتية بحشوة الدجاج والمشروم. طبعا بنضيف مشروم فريش، عندنا بصل، ثوم، دياي، زيت زيتون، كريمة وجبن ومايونيز حق التورتية وبهارات، أشياء كذي بسيطة بضيفها على الحشوة. أحط أول شيء زيت زيتون وبصل، عندي بصلة هني مفرومة فرم ناعم، بصلة ما أبي أغير لونها، بس أحمسها شوية كذي بزيت الزيتون تطلع ريحة البصلة. أحط الدياي، عندي صدور دياي مقطعتهم كذي قطع صغيرة على نار عالية. أحمس الدياي بالزيت والبصل، أطول على الشولة. والدياي تغير لونه، الحين أضيف الثوم المهروس، بضيف بس فصين ثوم. أنا مستخدمة اليوم صدر دياية واحدة. ونحمس وبضيف مكعب مرقة دياي، تقدرون تستغنون عنه. أنا ما راح أحط بهارات، فقط فلفل أسود ومكعب مرقة دياي. ما تبونه حطوا أي نوع بهار تفضلونه، أنا أبي لأنه راح يعزز لي نكهة الدياي شوية. الدياي بسرعة يستوي، ما ياخذ وقت، فبس نحمس شوية. من ياخذ نص استوى نضيف المشروم. عندي هني مشروم فريش مقطعينه، اوكي. الحين عاد اقصر على النار واقلب المشروم لين يذبل مع الدياي. نستمر بالتحريك لين يذبل المشروم عدل. من يذبل المشروم اضيف الكريمة. احنا ما نبي صوص كريمي، احنا مو بنسوي باستا مثلا، معنا تقدرون تحطون كريمة وتضيفون باستا ويصير عندكم قالب باستا، بس احنا نبي حشوة فما نبي صوص كريمي. احنا بنضيف الكريمة بس علشان يصير عندنا دياي كذي متشرب مو ناشف، يعني بنتركها تنشف، عرفتوا؟ اضيف كوب كامل من الكريمة. وبضيف ملعقة جبن، اي جبن سائل انتوا تفضلونه. شوفوا الدياي عندي يطبخ، الحين اضيف الجبن السائل. بس اترك الدياي يطبخ لين يصير الصوص هذا ثقيل ويكون يعني بقى منه بس، يعني شو اقول لكم، بقعة الماعون شوية. اوكي، احنا ما نبي صوص كذي خفيف، ما راح نقدر نحشي التورتية، لازم ينشف على نار هادية. اخليه يطبخ، ما راح اضيف ملح لان انا ضايفة جبن وضايفة مكعب مرقة دياي، فما راح نحتاج ملح كلش. شوفوا الكريمة شلون نشفت، بعد بخليها تطبخ شوية، ابيها تنشف اكثر. اذا تبون تقدمونه مع باستا او مع عيش ابيض لا تنشفوا الكريمة، خلوها كذي بس تثقل مناسبة. حطوا الباستا او قدموا الطبق هذا اللذيذ مع عيش ابيض. اوكي، انا لان بحشيها بساندويتش لازم انشف الكريمة. جربوا تسوون الحشوة سهلة وبسيطة وما فيها شيء، وايد لذيذة. تقدرون تحشون فيها خبز صاج، صمون، اي انواع، يعني اي نوع من انواع الخبز، مو شرط تورتية. بس كذي كافي، انشفت عندي الكريمة تقريبا. اوكي، نقدر نسويها بدون كريمة تقدرون، بس الكريمة تعطيها طعم اغنى واتسم والذ
وبعد الدياي ما راح يكون ناشف، عرفتوا؟ لان الدياي راح يتشرب الكريمة فما راح يكون ناشف كلش. بس الحين طفيت الشولة، ابدي احشي التورتيه. نبدي نحشي خبزات التورتيه. اول شي بحط مسحة مايونيز، وتقدرون تستغنون عنها، مو شرط يعني، اذا ما تبون لا تحطون. هذا وايد لان الخبزة صغيرة فبشيل منه. اوكي، تقدرون تسوون جواكامولي افوكادو مع طماط وبصل وشوية كزبرة وزيت زيتون وملح وفلفل اسود، وتحطونه بدال المايونيز بعد يطلع لذيذ. او تسوونه كدب وتقدمونه. وبس نلف خبزات التورتيه رول ونحطها بصحن التقديم. تقدرون بعد تحطونها بصينية فرن وترشون عليها كذي ميكس أجبان وتدخلونها الفرن بس يسيح الجبن وتتحمر التورتيه وبالعافية. بس احنا كذي نكتفي صراحة، ما نبي يصير وايد ثقيل فما راح أضيف أجبان. كذي كافي. حاطة كريمة وحاطة مايونيز. نلفها بهالشكل ونحطها بماعون التقديم. سلامتكم وتعيشون. ماكو شيء بسيط وسهل ولذيذ. وايد يحبونها، أنا ما شاء الله عندنا كلهم يحبون هالسوالف، اخواني اليهال بالذات ان الدياي ما يكون ناشف، عرفتوا؟ كذي في كريمة وجبن فوايد طعمه لذيذ. تقدرون بعد تدخلونها الشواية تحمرونها اذا تبون تصمونها، او الخبزة تبونها كريسبي تقدرون تحمرونها. انا اليوم مو مشتهية احمرها، مشتهية اقدمها كذي كأنها شاورما مكسيكية، عرفتوا؟ بالتورتيه مع الماشروم، شيء خطير. وبس والله خلصت وصفتنا، بسيطة وسهلة ولذيذة. كذي طبقنا جاهز وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. قدمته مع المايونيز الحار والفلفل الحار، وسلامتكم وتعيشون.